السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. حبيت احط لكم مقدمة كده عشان تعرفي ايه اللي هيحصل في يومي. يا رب الفيديو كده يكون خفيف ويعجبكم. يلا بقى قومي، لو وراكي حاجة قومي شجعي كده وشوفي مصالح بيتك. ما تسيبيش حاجتك تتكركب على بعضها. اول باول كده اعملي ورتبي حاجتك عشان خاطر تن حاجتك على طول نظيفة وما تبهدلكيش حتى لما تيجي تعملي تنظيف عميق. هنا طبعا احنا كنا عاملين تنظيف عميق للعيد وكده، فبرضو عملت تاني. انا بحب اعمل التنظيف العميق ده كل شهر. بمسك بطلع السجاد وبطلع الفرش كله. وبرضو الشبابيك بمسك اغسلها وانضفها. مش بغسلها، بنزل التراب الاول وبعد كده اجيب خرجة فيها شوية معطر وشوية كرولكس الوان كده وامسحهم على طول، بيتن على طول بيلمعوا معايا ونضاف. ما بيحصل لهمش اي حاجه. طبعا ده كل شهر، انما بقى كل يومين او ثلاثه بمسك كده قماشه او كده وانفض على طول بهم، فبيطلعوا التراب على طول ما يلحقش يلزق. هنا خلاص وريت لكم يومي ماشي ازاي. يلا بقى نبدأ الفيديو. اول حاجة هنا دخلتها اوضة الاطفال لان هي كانت خفيفة عني شوية فمش كانت متبهدلة. فانا مسكت كده الفرش طلعته والبطاطين اللي بيستغطوا بقى اللي هي الخفيفة دي حطيتها في الشمس من بدري. طبعا انا بادئه الفيديو ده اعتبر من بعد العصر، على ما خلصت اللي ورايا تحت واتغدينا وخلصت كل اللي ورايا. جيت بدأت الفيديو ده من بعد العصر على طول. الحمد لله، يعني كنت مخلصة بعد العشاء وكنت مخلصة تنشير وكل حاجة. التنشير اللي هتشوفوه ده انا صورته تاني يوم الصبح عشان خاطر الدنيا كانت ضلمت معرفتش اصور. فانا حطيت لكم المقاطع كلها في ريح بعضها كده. هنا خلاص غيرت الفرش بتاع السراير ومسكت برضو جريت الكومودينو دي وهكنس تحته. وهمسح برضو على طول كده كده. الأوضة خلاص ما خدتش معايا وقت. لما يكونش فيها فرشة او حاجة ما بتاخدش معاك وقت. انا بصراحة مش فرشة لا اوضة الاطفال ولا اوضة النوم، سايباهم كده عشان خاطر الجو حر فيهم جامد، وطبعا احنا بنناموا فيهم فبتبقى الدنيا صادي فيهم. فانا سبتهم كده عشان البلاط ده يطلع هوا شوية، يعني ما يكونش مكتوم بالسجاد وكده. دخلت بقى على اوضه النوم. طبعا بعد ما خلصت اوضه الاطفال بمسح على طول الاوضه اللي خلصتها، بمسحها على طول واقفلها ورايا وارشها كده بشويه معطر عشان نبقى كده خلصت منها خالص. هنا خلاص برضو شلت الفرش ده. وحطيت فرشة كده نظيفة جديدة يعني. وبعد كده ما عندي شوية هدوم كده همسكهم اطبقهم، وبرضو حاطة دورة في الغسالة. والأوضة دي برضو خلاص اعتبر خلصت. جرات برضو الكومودونات. شوفي لما بيكونش في فرش بتبقى الدنيا سهلة عليك ازاي في ثواني كده. طبعا انا بحب اختصر لكم يعني في الفيديو عشان خاطر ما تملوش معايا. هنا بقى الركنة. طبعا بعد ما خلصت اوضه الاطفال الركن النوم وقفلتها برضو ورشدتها وظبطتها. هنا بقى ايه اوضه الركنة برضو جريت الركنة كده وقمت كنسة على طول تحتها ومسحة وسبتها لما نشفت خالص، وبعد كده رديت الركنة تاني مكانها. وزي ما انتوا شايفين مهما تكنسي ومهما تعملي على طول لازم برضو بتلاقي تراب وبتلاقي عفرة وحاجات من دي. هنا خلاص بقى انا كنت شايله الفرش دي برضو غسلته ونشفته. انا الصبح كده اول ما قمت من النوم شلت اللي هي الجيسه والحاجات دي كلها طلعتها فوق على السطح عشان خاطر تنشف. وقمت شايله الفرش بتاع الكنب ده حطاه في الغساله. طبعا قمت بدري. وبعد ما خلصت الفرش والحاجات دي مرضتش لا اكنس ولا لمع ولا اعمل اي حاجه الا لما انزل اخلص اللي ورايا تحت احط الفراخ وافطر اهل بيتي يعني وكده. وبعد كده عشان عيالي برضو بيروحوا الحضانه وبياخدوا منه وقت وكده، فانا مرضتش اسحم نفسي واكركب الدنيا. قلت اما اخلص غدا واخلص اللي ورايا كله هطلع بقى اكمل اللي ورايا يكون الجيسه والسجاد وكل الحاجات دي نشف وخلاص. طبعا هنا همسح بقى بالشرشوبة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشرشوبة دي احسن ما فيها انك بتعرفي تغسليها حلو كده. انا بقلع البتاعة دي واقوم حطها في الغسالة بترجعها لي مراية تانية. وهنا خلاص برضو الأوضة دي خلصت معايا. هسيبها لآخر حاجة، هفرش آخر حاجة.
بس هنا خلاص زي ما انتوا شايفين النظافة يا بنات. يلا بقى قومي كده شجعي، ما تسيبيش حاجة وراكي. وطبعا البلكونة لازم بتكنسيها وتنضفيها. بصراحة انا كبيت فيها مية وسيختها، لان كانت متربة عندي، فانا مسكتها كده نضفتها. ومسكت برضو الجدران عشان لما اجي انشر وكده. هنا خلاص خلصت الاوض. انا مش هنشر الا الاخر خالص بالليل كده براحتي، يعني بعد المغرب كده هنشر. ومسكت برضو الشبابيك دي لمحتها برضو، والنجف طبعا كان نظيف ما عملتش فيه حاجة. وهنا الأوضة دي كده خلاص خلصت. بوريكم ان الأوضة دي خلاص خلصت. والأوضة برضو التانية بتاعت أوضة النوم خلاص خلصت برضو. والقعدة العربي كانت نظيفة وكل حاجة، ما عملتش فيها اي حاجة. القعدة العربي بصراحة بتعوز لها يوم لوحدها عشان اطلع المفارش والحاجات دي كلها. طبعا هنا بقى ايه، كان تاني يوم صورت لكم المقطع ده، اللي هو بتاع الهدوم وهي متنشرة، لان كانت الدنيا ظلمت. فانا صورته لكم كده والهدوم متنشرة. ايه رأيكم بقى في اليوم الحلو ده؟ روتين كده خفيف. وتخلي بيتك على طول نضيف نضيف كده. ما تقعديش تعملي من على الوش من على الوش وتستني العياد والحاجات دي. لا، بيتك على طول، ايدك على طول في بيتك يتن على طول مراية ونضيف وياك. اهو زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم وتستفادوا منه لو حاجات بسيطة، ويكون شجعكم كده. يلا بقى قومي ما تكسليش، قومي خلي على طول بيتك مراية كده منور. وبرضو نسيت اقول لكم ان انا مسكت السلم برضو سيخته. كبيت مية كده ومسكت سيخته. بناتي يعني كانوا يسهولي قدامي وانا مسكت وراهم على طول سيخته. والدولاب برضو كان مترتب وكل حاجة الحمد لله كانت مترتبة. بس هنا خلاص طبعا الركنة القعدة العرب، واقول لكم ان هي عايزة يوم لوحدها تاني عشان خاطر بتبهدلني. لازم بشيل الفرش ده كلته واقعد المع المكتبة وكل الحاجات دي. والمطبخ زي ما انتوا شايفين اهو بقى بيلمع. وكنت طابخة برضو شوية كفتة كده ورز. واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.